السلام عليكم. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي جولد دايركتور أسمهان عبد الفتاح. جولد دايركتور ده هو تاني لقب من ألقاب أوريفليم. أيوة، أوريفليم زي ما سمعتي كده بالظبط. أوريفليم هي شركة بيع مباشر. تمام، تعمل في مجال البيع المباشر، والبيع المباشر هو إني آخد المنتج من الشركة بسعر المصنع بدون أي وسيط. تجار التجزئة والجملة اللي في النص دول بيحطوا هامش ربح كبير جدا على المنتج، فالمنتج اللي بيتباع ب10 جنيه بيبقى تمنه الأساسي 2 جنيه. لكن أوريفليم بتعمل بمجال البيع المباشر، يعني بتديني المنتج ب2 جنيه وأنا بسوق المنتج ده، وبعد كده بتديني عمولة على حجم مبيعات الفريق بتاعي. وهنا بسوق المنتج في الفريق بتاعي، بنسوقه بطريقة مختلفة شوية. في ناس كتير بتقولك أنا مش بعرف أسوق، مش بعرف أبيع، مش بعرف يعني هعمل مبيعات قد إيه عشان أقدر أوصل لمكسب معين. لا، إحنا بقى سوقنا بطريقة مختلفة وذكية جدا. إيه هي؟ إن أنا أكوّن فريق كبير أوي معايا، لإن أنا باخد العمولة على حجم مبيعات الفريق كلّه مش مبيعاتي أنا بس. أكوّن فريق كبير معايا، وكل يوم الفريق ده أعلّمه هو كمان، كل واحدة فيه تكوّن فريق عشان هي كمان يطلع لها عمولة، وكل عضو من أعضاء الفريق من أول عضو لآخر عضو يكون عنده كده حاجة أساسية، وهي استخدام المنتج استخدام شخصي. يعني إيه؟ يعني أنا كده باستحمى، باغسل شعري، باحط hand cream، الحاجات الأساسية، باحط مزيل عرق. تمام، مش هاتكلم دلوقتي لا في برفانات ولا في ميك اب، الحاجات الأساسية. أو عندي مشاكل في بشرتي، عندي بقع، عندي دهون، عندي حبوب، عندي عايزة أفتح بشرتي، عندي بثور، الحاجات دي كلها، عندي تساقط في شعري، عندي قشرة، كل ده أنا باحاول إن أنا في الحياة العادية باعمل إيه، باروح أدور على دكتور يكشف وبعد كده باجيب المنتج واستخدمه، صح؟ لأ، أنا مش هاستخدم الحاجات دي، هاجيب من منتجات الشركة، لإن فعليًا إحنا الشركة بتاعتنا فيها منتجات بتحل لي كل المشاكل دي. طيب، بعد لمّا أنا جِبت استخدامي الشخصي وعلّمت بناتي كلّها، كل واحدة تجيب استخدامها الشخصي، وكل واحدة تكون بت ب ب يعني بتكوّن فريق وبتعلّم فريقها نفس الخطوتين، تكوين الفريق واستخدام شخصي، فأصبح أنا بالتبعية هيكون عندي حجم مبيعات كبير في الفريق، وأبدأ آخُد العمولة بتاعتي تكبر يوم بعد يوم. يعني بابدأ من عمولة من أول 200 جنيه لغاية زي ما أنتم شايفين كده مكتوب كلمة الأرباح كام، 14,024 جنيه. الكلام ده كان يوم 31 ديسمبر. طيب، وفي عمولات أكبر من كده كمان طبعًا، بس دي يعني إيه، اللي قدّامي المتاحة حاليًا، يعني السكرين المتاحة حاليًا قدّامي. طيب، في بنوتة لسه النهارده الحقيقة باعتة لي بتقول لي إيه، هاوريكم. بتقول لي: السلام عليكم، صباح الخير، إزي حضرتك؟ كنت عايزة أسأل حضرتك عن شغل في أوريفليم، هي كويسة والنبي بالله عليكِ أرجو الرد والمساعدة من حضرتك. أوريفليم هي فرصة عظيمة لأي حد، فرصة عظيمة فعليًا لأي حد هو عايز يشتغل ويغيّر حياته ويغيّر دخله، ماشي، ويحسّن وضعه. ما هو إحنا الظروف الحالية والاقتصادية في البلد عاملة إزاي، ظروف ما يعلم بيها إلا ربنا. تمام؟ طيب، أنتِ عندِك حل من 2، تفضلي حاطة إيدِك على خدِّك وبتتفرّجي والحالة بتسوء يوم عن التاني، لو أنتِ النهارده لاقية أكل بُكرة مش هتلاقي، تمام، يا إما تتحرّكي وتتصرّفي. أنا اخترت أتحرّك وأتصرّف. أبدأ في business هو بالنسبة لناس كتير مجهول مش معروف، الbusiness اللي من البيت ده في مصر هو حاجة مجهولة، بس أنا عايزة أقول لكم إن عدد كبير ونسبة كبيرة جدًا، جدًا من سكان العالم شغالين online، ماشي، freelancer والحاجات دي. اسألوا الأجيال الجديدة هيقولوا لكم على الحاجات دي، بس يعني ناس تكون دماغها مليانة، مش ناس دماغها فاضية قاعدة بس على التيك توك وخلاص، ماشي. هيقول لك كل الشباب دلوقتي الخريجين بيشتغلوا freelancer وبيشتغلوا online علشان يطلّعوا فلوس، وبيطلّعوا فلوس حلوة جدًا الحقيقة. تمام؟ طيب، هي شركة أوريفليم مش مجازفة ولا حاجة مجهولة ولا الكلام ده، مش معنى إن أنتِ ما سمعتيش عنها تبقى هي مجهولة، لأ، حضرتِك اعملي search ودوّري بنفسِك عن تاريخ شركة أوريفليم، هتلاقي إن أوريفليم بقى لها في العالم 55 سنة، وفي مصر 25 سنة. تخيّلي! يعني أيام ثورة يناير كانت أوريفليم موجودة ودفعت مكافآتنا بالكامل،
وأيام أي وقت و30/6 وكل الأفلام دي كلها أوريفليم هي كانت قائمة، وكانت شركة قوية جدًا، جدًا، وبتأدي كل التزاماتها، لدرجة في ناس تقول لك إيه المستثمرين الأجانب هيلموا حاجتهم ويمشوا. لأ، إحنا أوريفليم بتفتح فرع، لسه فاتحة فرع جديد في إسكندرية، لسه الافتتاح بتاعه كان يوم 19. فاللي أنتم بتتكلموا فيه يا جماعة ده كيان عظيم، يعني أنا هاشتغل النهارده مع شركة سويدية ليها فروع في أكتر من 60 دولة حوالين العالم، 66 دولة حوالين العالم، في كل البلاد، في بلاد كان قائم فيها الحرب زي كييف في سراييفو، وسكانها كانوا بيشتغلوا أونلاين أوريفليم، وكانوا عايشين وهو ده اللي كان معيّشهم وقادرين يصمدوا قدّام الحرب، ده أنا شُفته بعيني في تقرير في سفرية دبي الأخيرة لمّا سافرت مع الشركة من غير ما أدفع ولا مليم لدبي في أفخم فنادق دبي، وقعدت أسبوع بالكامل، واللي هيدوّر في الaccount الشخصي بتاعي هيلاقي لايفات من دبي من فندق أطلانتس بالم اللي هو الفندق العائم في وسط جزيرة النخلة، ماشي، حاجة وهم جدًا ما دفعتش ولا مليم. وشُفت الناس دي كلّها، وشُفت الجنسيات دي كلّها، وحفلة ضخمة فخمة فظيعة جدًا لكل جنسيات العالم. يبقى اللي يقول لِك شغل أوريفليم ده نصب، قولي له أنت للأسف حد مُغيّب ومش واعي ومش فاهم. وفي ناس للأسف بقى، ما أنا هاقول لِك بقى الموضوع جِه إزاي، في ناس للأسف هُم بيشتغلوا أوريفليم مش بطريقة صحيحة، يعتمدوا على البيع، يالّا بيع وخلاص شكرًا مع السلامة، عملتِ نقطِك يالّا سلام، ما بيشرحلكيش فرصة الbusiness نفسها في أوريفليم وإزاي تكبري في أوريفليم. إحنا بنعلّمِك إزاي تكبري في أوريفليم عن طريق تكوين الفريق اللي ليه خطوات كتير وتريكات كتير، إحنا بنعلّمها لِك في الفريق بتاعنا. هي دي نقطة الاختلاف بيني وبين أي حد تاني شغال أوريفليم. كلنا أوريفليم وكلنا نفس المنتج بس إحنا فرق مختلفة، كل فريق ليه system معين. فريق سوبر وومن معروف بإن هو سيستمه business عالمي. إحنا واخدين درع أفضل فريق بيدّي تدريبات لسنة 2022. آآ اللي أنا عايزة أقوله أوريفليم فرصة قوية بشرط الجدية والالتزام، اعملي شوية مجهود وأنتِ في بيتِك وسط ولادِك، ولادِك بيمتحنوا قاعدين جنبِك، دي بتراجعي لدي وبتصححي لدي وبتذاكري لدي، وماسكة برضه تليفونِك اللي فيه شغلِك، وبتعملي قرش حلو جدًا تجيبي منه حاجة نِفْسِك فيها، تغيّري بيت، تغيّري ستارة، تغيّري أنتريه، تدخّلي ولادِك مدرسة حلوة، تجيبي حتة دهب تروقي على نَفْسِك بيها، تاخدي ولادِك تخرّجيهم تأكليهم في مطعم لقمة نضيفة يوم ما هتقبضي. إحساس تحفة جدًا، جدًا، جدًا لمّا تكوني قادرة إن أنتِ تغيّري الواقع بتاعِك بإيدِك، مش قاعدة لسه بتتفرّجي. الفرصة لسه متاحة، الفريق بتاعي بيستقبل كل يوم دفعات جديدة من البنات لتدريبهم، لو عايزة تبدئي معايا ابعتي لي، أنا اسمي جولد دايركتور أسمهان، وهتلاقي الفيديو فيه تفاصيل كتير عن الأكاونت الشخصي بتاعي وأرقام تليفوناتي، تقدري تتواصلي معايا، وبالتوفيق للجميع.